ازاي صار ها جاهز؟ نرحب بممثلي وكالات الأنباء والإعلام العرب والأجانب هنا في وقفتنا الاحتجاجية لكي نذيع بيانا لكم عن اعتقال الرجل الأعمال التركي الفلسطيني الأصل جمال الدين كريم. بيان باسم اتحاد الجاليات العربية في تركيا بمناسبة اعتقال إسرائيل لرجل الأعمال التركي الفلسطيني جمال الدين كريم. إن اتحاد الجاليات العربية في تركيا يستنكر ويدين ما قامت به السلطات الإسرائيلية منذ أيام باعتقال تعسفي غير أخلاقي لرجل الأعمال التركي الفلسطيني جمال الدين كريم. إن هذا العمل يؤكد استمرار النهج العدواني لحكومة إسرائيل تجاه قضية الحرية وقضية العدالة وقضية السلام في المنطقة وتجاه قضية حقوق الإنسان. إنما قام ويقوم به السيد رجل الأعمال جمال الدين كريم ورجال الأعمال العرب والترك والأحرار في كل مكان هو مد يد العون للشعب الفلسطيني المحاصر والمحروم من حقوقه التي كفلتها له الشرائع السماوية والقرارات الدولية وحقوق الإنسان، والتي تخالفها وتنتهكها إسرائيل بوقاحة وصلف كل يوم وكل ساعة، من تدمير للبيوت واعتقال للناس ومصادرة وضم أراضي الغير بالقوة ومحاصرة البشر. وهذا يعتبر جرائم ضد الإنسانية. باسم أبناء العروبة في تركيا وباسمنا نحن في اتحاد الجاليات العربية نطالب حكومة إسرائيل بالإفراج الفوري عن السيد جمال الدين كريم ووقف أعمالها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وأنصارهم من أحرار العالم كافة. إن قضية كريم هي قضية كل حر وشريف، هي قضية الإنسان وقضية حقوقه وكرامته في كل مكان وزمان. الحرية لجمال الدين كريم. اتحاد الجاليات العربية في تركيا، اسطنبول، 26 نيسان 2019. لماذا وقفنا؟ نعم، وقفة رمزية. نتحدث باسم الجاليات العربية، الجاليات الموجودة هنا في تركيا، تلك الجاليات التي تعيش حياة كريمة، تمارس جميع حقوقها هنا. باسم أبناء العروبة، باسم الجاليات العربية نتحدث ونطالب بالإفراج عن جمال الدين كريم، ليس عن جمال الدين فقط بل عن كل المعتقلين الذين تعتقلهم حكومة إسرائيل. نقول إسرائيل نعم، لكنها كيان صهيوني. هنا من أمام هذا المبنى، من أمام القنصلية، نطالب بالإفراج عن جمال مواطن تركي فلسطيني اعتقل بشكل تعسفي. هكذا تفعل إسرائيل، ليس جمال فقط بل نساء وأطفال لا ذنب لهم. اعتقال تعسفي. أين حقوق الإنسان؟ أين تلك الحقوق التي تنادي بها إسرائيل والتي تدعي بأنها تحفظ حقوق الإنسان؟ تقتل المتظاهرين في غزة، تقتلهم بكل فلسطين، وتنادي بحقوق الإنسان. من الذي يسكت عنها؟ من الذي يؤازرها؟ ذلك المجتمع الدولي الذي عبارة عن اسم فقط. تلك الجمعيات، تلك المنظمات تنادي بحقوق الإنسان فقط شعارات رنانة، نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. هذا بالنسبة لجمال، بالنسبة للنساء، بالنسبة للأطفال، بالنسبة لقتل المعتقلين. الكيان الصهيوني ماذا يفعل؟ يغتصب أرضنا. نعم، يغتصب فلسطين. أنا سوري، ولكن فلسطين أرض العرب، أرض المسلمين جميعا، فيها القدس الذي هي قضية كل مسلم. كل مسلم يطالب بتحرير القدس. نطالب الآن بالإفراج عن المعتقلين. جمال رمز، أحد رموز المعتقلين. نعم، وقفنا نرفع صورته، ولكننا لا نتحدث عن جمال فقط،
بل نتحدث عن المئات وعن الألوف من الأطفال الذين يقبعون خلف الزنازن بمعاملة شنيعة، بمعاملة سيئة. ما يروه على الإعلام هو عبارة عن تصوير كاذب، عبارة عن تصوير ملفق بأن المعاملة جيدة مع المعتقلين. لا أبدا، من يقتل الأطفال والنساء في الشارع لا يعامل المعتقلين معاملة جيدة. من أمام قنصليته باسطنبول باسمنا نحن، نعم وقفة رمزية، ولكننا نتحدث باسم كل العرب، باسم كل المسلمين، إن سمحوا لنا بأن يكف الكيان الصهيوني عن ما يقوم به ويفرج عن جمال وعن كل المعتقلين من الأطفال والنساء والشيوخ. وشكرا لكم، وأشكر وسائل الإعلام على وجودها وعلى تغطيتها لهذه الوقفة التي نتمنى أن تجد آذانا مصغية. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا للاحتجاج على اعتقال السلطات الإسرائيلية لرجل الأعمال الكبير والمحترم جمال الدين كريم التركي الفلسطيني الأصل. هذا الاعتقال التعسفي هو اعتقال لحرية الإنسان، هو مصادرة لحريته وإرادته، هو مصادرة أيضا للدعم الذي يقدمه الأحرار في العالم للشعب الفلسطيني لتمكينه من الحياة على أرضه التي تضيق عليها الحكومة الإسرائيلية. لذلك نحن ندعو الحكومة الإسرائيلية فورا للإفراج عنه وللإفراج عن كل معتقل. هذا العمل هو عمل سيء يسيء إلى قضية السلام ويسيء إلى أي قضية ننشدها جميعا. وإسرائيل تدعي أنها دولة ديمقراطية، وبهذا العمل تؤكد إسرائيل أنها دولة غير ديمقراطية، وأن من يحكمها هم ناس متطرفون عنصريون لا يريدون السلام في المنطقة. لذلك نحن هنا للاحتجاج ولمطالبة القنصلية والحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن هذا الرجل فورا، لأنه اعتقل بدون أي سبب. وهذا اعتداء على تركيا وعلى الشعب التركي الذي لا يعادي الحكومة الإسرائيلية، ونحن لا نعادي الإسرائيليين ولا الشعب الإسرائيلي. نحن نريد سلاما حقيقيا، نريد أن يستقل الشعب الفلسطيني في دولته وأن تكون القدس عاصمة له. فكيف يعتقل تركي في فلسطين في القدس الشريف؟ القدس عبارة عن وقف لجميع المسلمين، بل هي وقف أيضا لجميع أهل الديانات السماوية ولجميع البشر. هي دولة، هي مدينة عالمية. لذلك على إسرائيل أن تتوقف عن ممارساتها العدوانية ضد الأحرار وخاصة رجال الأعمال. ندعوهم مرة أخرى للإفراج عن جمال الدين كريم فورا، فهذا العمل لا يليق بدولة تدعي الديمقراطية.